إزاي نكون رايحين برجلينا معاهم، وإزاي ده حالنا ومنظرنا دلوقت. وفضل البوليس يدور في كل الكافيهات وكل الأماكن اللي ممكن يلاقي فيها الشباب دول، لكن ملهمش أي أثر. ولما فوقنا أنا وصحابي قلنا لهم نروح معاهم المكان اللي صحينا ولقينا نفسنا فيه. وفعلا الشرطة خدتنا ورحنا البلد اللي كنا فيها، ونفس المكان اللي صحينا لقينا نفسنا فيه. بعدها الشرطة قعدت تبحث يوم واتنين وتلاتة وأسبوع بدون أي أخبار ولا فايدة. وللأسف المحضر اتقفل تاني، لأن مفيش إثبات على اللي حصل لنا. قعدنا في بيوتنا مكسورين وكلنا خيبة أمل وحزن، بنتصل ببعض في التليفونات ونفكر هنعمل إيه. روان قالت لنا هما أكيد عارفين إننا دلوقتي بندور عليهم، ومستحيل يظهروا قدام أي حد، وممكن يكونوا أصلاً مشيوا من البلد كلها، وأكيد مش هيظهروا في البلد اللي كنا فيها. قلت لها عندك حق، طب وبعدين؟ قالت لي إحنا ممكن نستنى شوية الأمور تهدى ونقعد نفكر مع بعض هنعمل إيه في مصيبتنا. وفعلاً قررنا نفكر هنعمل إيه إحنا وأهلنا. ماما قالت لي أنا خايفة عليكي قوي، خلاص كفاية اللي حصل لنا، خايفة الولاد دول يتسببوا لكم في أذى تاني. اللي حصل حصل، وإحنا بلغنا والبوليس عمل كل جهده ومعرفش يوصل لهم، انتوا بقى هتوصلوا لهم. أنا بقول خلاص كفاية كده، وأنا وأبوكي بندور على سكن جديد عشان نعزل من المنطقة كلها ونبدأ حياة جديدة. وده كان تفكير أهلنا كلهم، لكن محدش كان حاسس بالنار اللي جوانا. دخلنا في حالة اكتئاب، لا عارفين ننام ولا بناكل ولا عارفين نعيش. كان كل هدفنا إننا ننتقم من الناس دي. وبعد فترة مش كبيرة قررنا نتجمع في بيت روان، وطبعاً أهلنا كانوا بيوصلونا كل مكان نروحه بعد اللي حصل لنا. بصيت على نفسي في المراية قبل ما أنزل، مش معقول دي أنا. قعدت أعيط وما كنتش مصدقة اللي حصل لي. وبعد ما كنت بلبس على الموضة وكنت أجمل بنت، لبست عباية من بتوع ماما، ولما رحت هنا لقيتهم كلهم زيي. قلوبنا اتكسرت من اللي حصل والحزن ملاها. كبرنا 20 سنة على عمرنا، وأول ما شفنا بعض قعدنا نعيط. بعدها قعدنا نفكر هنعمل إيه. قالت منا إحنا ننزل نلف ونلبس لبس مختلف وندور في كل الكافيهات تاني، وبما إنهم بعتوا رسالة على الموبايل وإحنا في الكافيه ممكن نكون متراقبين عن طريق تليفوناتنا. قالت نهى وبعدين افرضي مثلا لقيناهم، نعمل إيه بقى؟ وقعدنا نفكر ونخطط لحد ما عملنا خطة ممتازة. استنينا لما جه ميعاد الدراسة عشان يبقى عندنا مرونة أكتر في إننا ننزل من البيت من غير ما أهلنا يشكوا فينا، وغيرنا من شكلنا عشان محدش يعرفنا، وبقينا ننزل نلف على كل الكافيهات اللي في البلد. فضلنا على الحال ده لأكثر من شهرين ومفيش جديد. تعبنا قوي وحسينا